يعتبر حقل الرميلة الشمالي المصدر الرئيسي والشريان الرئيسي للعراق، وينتعم جميع العراقيين من خيرات اهالي البصره، وحاليا شباب اهالي الرميلة يعانون التعب والحرمان ونسبة العاطلين كثرة. شيء ملموس هسه من النفط بالنسبة لمنطقتنا ما حقق اي شيء، يعني موارد النفط قاعد تمشي بالنسبة لشوارع على اساس لا شارع تبليط بناياتنا حسب ما احنا نسمعه على اساس عمارات المناطق النفطيه راح يسووا لكم مستشفيات. هسه احنا مستوصف مو مستشفى، مستوصف ماكو. ان شاء الله نعمل خير بوجود الخيرين حسب ما وعدونا المحافظه ومجلس المحافظه والمسؤولين. اخر شيء كان لنا اجتماع بشركه نفط الجنوب ويا الساده المدراء ثار ياسين وغيرهم، وعدونا لكن نتائج لم نحصل على نتائج مرضيه. بالنسبه لمنطقتنا هي منطقه نفطيه تعطي الكثير ولكن تحصل على الشيء القليل. الشركات الاستثماريه اللي اجت دخلت الحقول موجوده عندنا بالرميله ما سوت لنا اي شيء. تشوف انت هسه الخدمات، نشوف واقعنا بصوره عامه، مو بس الخدمات. احنا عندنا اذا نريد نحكي على بالنسبه المدارس، بالنسبه مستوصف ماكو اصلا، مستوصف ماكو.